السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا ومتابعين تربية الطيور مع الحواوشي، أهلا وسهلا بكم. احنا طبعا زي ما احنا عارفين الجو الأيام دي فيه يعني ايه، فيه هوا وفيه تغيرات في الجو كده، الحرارة بترفع والحرارة بتنزل، والهوا فيه تيار هوا شغال أو فيه رياح شغالة. فالأفضل في الوقت اللي احنا فيه ده كله إن احنا ممكن نرش الطيور اللي عندنا بمطهر. الهدف من الرش المطهر على الطيور يعني في المكان ده ان بقى الهواء بيبقى جاي، واحنا زي ما احنا عارفين الفيروسات والامراض بتنقل عن طريق الهواء. فاحتمال ان يكون في ايه مكان مصاب ولا حاجه، بيبتدي الرياح بتنقل كل شيء في الاماكن. فعشان تامن على طيورك اكتر او تحافظ عليها من الاصابه الفيروسيه او من الامراض اللي بتيجي، مفيش مشكله خالص لو احنا جبنا بخاخه وحطينا فيها مطهر، سواء كان يود بقى سواء كان ديتول، اي مطهر من المطهرات بتحطه المتوفر عندك مفيش مشكله. ممكن كلور عشان بس نبقى متفقين، الكلور خام ده مطهر كويس برضه. نحطه في البخاخه ونبتدي نرش المكان الصبح ونرش المكان اخر النهار. بترش عليهم كده بالبخاخه الصبح وترش اخر النهار، اكنك بتبقى اكنك ايه، زي ما بيقولوا كده، اكنك عقمت الجو بالنسبه للطيور اللي بتاعتك في المكان اللي هي فيه. والافضل ان انت لو المكان عندك كويس وما كانش، لو في مكان يعني ايه، تقفل المكان الهواء والكلام ده كله. لو الهواء مثلا اعمار صغيره والكلام ده كله، حتى برضه الفراخ البيضاء ينفع فيها الكلام ده. لو انت عمر كبير بقى وينفع ترش رش مفيش مشكله، بحيث انك تعقم المكان. احنا عارفين ان الفيروس ضعيف جدا، من اقل مطهر او اقل نوع بتلاقيه بيموت على طول، عشان نحافظ على طيورنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.